اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتواضعين. اللهم صل وسلم وبارك على راحم المساكين. اللهم صل وسلم وبارك على شفيع المذنبين إذا قام الناس إليك يا رب العالمين. يا رب، يا من لا يشغله شيء عن شيء، أنت عالم بخفايا الأمور ومحصي وساوس الصدور، وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى، تعاليت علوا كبيرا. فاللهم يا مغيث أغثنا من شرور أنفسنا، يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم، فإنك إن تمسسنا بضر فلا كاشف له إلا أنت، يا وإن صباح تردنا الفل بخير. وصباح الورد وصباح الياسمين على الناس اللي دايما متفاعلين. اما الناس اللي مش متفاعلين معانا فصباح الفل بس من غير ورد ولا ياسمين. صباح السعادة، صباح التفاؤل، صباح الامل على الجميع. حبايب قلبي، يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد مع بعض، ويوم البشاميل العالمي النهاردة مع بعض. نعمل وصفات حلوة بقى، احنا بقينا في اول الشهر فيلا بينا نعمل وصفات حلوة بقى كده قبل ايه ما الشهر يخلص بسرعة ونبقى محتاسين ونبقى عايزين نعمل اكلات لاخر الشهر. فيلا بينا بسرعة كده، بسرعة بسرعة نغسل المواعين بتاعتنا كده، نشجع بعض كده ونصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وانزلي تحت كده اعملي لي لايك للفيديو، كمان شير كتير عشان يوصل الفيديو بتاعنا لاكبر عدد ممكن. وكمان لو لسه ما اشتركتيش معانا في القناة بتاعتنا اتمنى تشتركي معانا كده وتفعلي زر الجرس يوصلك اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله مع بعض. ويلا بينا يا حلويات نشجع بعض كده بالوقفة وغسيل المواعين زي ما احنا متعودين دايما. نهى بتحب تقف معاكوا كده وتتشجع وتشجع نفسها بالوقفة على الحوض وتغسل المواعين معاكوا. بحس اول ما بدخل كده من المطبخ كده ان انا لو ما غسلتش مواعين بحس بشوية كسل كده من يمة المطبخ ان انا ممكن اروق فيه حاجة او انظم فيه حاجة. فاتشجع معاكوا كده بوقفة المطبخ وغسيل المواعين، بيبقى الموضوع سهل وسلس وبتاخدي كل حاجة ورا بعضيها وبتبقي متنشطة كده ومتحمسة لوقفة المطبخ ووقفة الحوض. وطبعا ما ننساش واحنا واقفين على الحوض كده واحنا واقفين كده نفكر في حياتنا ونفكر هنعمل ايه. ما ننساش اول حاجة نبدأ بيها كده ان احنا نبدأ كده بذكر الله ورسوله ونستغفر ربنا، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. وكمان نصلي على رسولنا الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. ما ننساش بقى لو انت لسه ما قلتيش الاذكار بتاعتك بتاعت اليوم، يعني ان انت تقفي كده وانت واقفه على الحوض تقري الاذكار بتاعتك، سواء بقى اذكار الصباح سواء اذكار المساء. لو انت بالليل وبتغسلي مواعين لازم كده ايه تنشطي ذهنك وتنشطي قلبك كده بذكر الله ورسوله. وكمان وانت واقفة كده بتغسلي المواعين ما تنسيش دعوة لأولادك وزوجك وبيتك. صدقيني هتفرق معاكي كتير قوي وانت واقفة تغسلي المواعين كده، تستغفري ربنا وبعدين تصلي على الرسول. ولو حافظة الأذكار تقوليها، مش حافظاها اكتفي ان انت تذكري الله ورسوله كده وانت واقفة بتغسلي المواعين بتاعتك. وكمان دعوة حلوة منك طالعة من القلب كده بهداية أولادنا جميعا، وطبعا النصرة لأهل فلسطين وربنا يكون في عونهم ربنا يكون معاهم وينصرهم نصرا قريبا بإذن الله. بتصدقيني بتفرق كتير 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 قوي الدعوة. المواعين ما بتاخدش مننا ثواني، ومجرد زي ما قلت لكم ان احنا بنذكر ربنا كده ونصلي على رسولنا الكريم ونتفقد حياتنا ونرتب افكارنا وندعي كده لاولادنا واولاد المسلمين يا رب العالمين. بتكون المواعين معاكي سهله وسلسه وما بتاخدش منك اي وقت. غسلنا المواعين بتاعتنا وغسلنا الحوض بتاعنا كويس قوي وصفينا السفنجه بتاعنا او الاسبونشه بتاعتنا، غسلناها بشويه ميه سخنه كده وركناها كده ونسيبها تنشف شويه لحد ما يتراكم علينا شويه مواعين ونرجع نعيد الموضوع من الاول. هعمل ايه بقى النهارده؟ هعمل احلى بطاطا بالبشاميل معاكم النهارده كده، حاجه حلوه للولاد سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص. اللي هتكلفنا فيها شويه السكر، وانا عارفه ان السكر غالي بس مش مهم، فده اولادنا عايزين ياكلوا حاجه حلوه. وانا بصراحه ماليش مزاج يعني ان انا اجي اعمل جلاش ولا كنافه ولا اي حاجه من الحاجات دي، هتكلفني سكر اكتر من يعني ايه من حبه البطاطا اللي انتوا شايفينهم دول.
فقلت لا انا طبعا كده كده جايبه البطاطا، فقلت يلا بقى بدل ما اشويها في الفرن وخلاص، لا هعملها بطاطا بالبشاميل كده. والولاد بيحبوا عليها صوص، وانا عندي الصوص بتاعها يعني صوص فراوله، صوص شوكولاته، صوص كراميل، صوص توت، اي حاجه بنحطها عليها كده، وصابع موز، وخلاص بتبقى كده ايه جميله جدا. عملتها الوصفه دي قبل كده في اول ما فتحت القناه خالص، هسيب لكم الوصفه كامله وكل حاجه كامله كده في علامه الاي فوق. ان انا يعني عامله الوصفه بكل تفاصيلها. فهنقطع البطاطا بقى بتاعتنا بعد ما قشرناها كويس جدا وشطفناها كمان وادينا لها غسله محترمه كده مكان ايدينا، هنديها شطفه كمان بعد ما نقطعها. طبعا احنا غاسلين البطاطا دي معاكم في الفيديو اللي فات وسبناها تنشف. تاني يوم بقى على طول، تاني يوم لا سيبنا يوم ورجعنا عملناها زي ما انتم شايفين كده. انا بحب البطاطا ناشفه قوي يا جماعه، اكتر من ما هي مشويه واكتر من ما هي فيها اي حاجه خالص. يعني ممكن اقف اكلها كده وانا واقفه بعد ما قطعتها، حتى لو مش مقطعاها باخد واحده كده واروح ايه واكلها على طول. طول ما انا واقفه اروح مقشره لي واحده واكلها، بحب بموت فيها البطاطا كده. المهم ان انا قطعتها وشطفتها ورحت مصفياها كويس من الميه، ورحت حاطه عليها بقى ايه حوالي كوبايه كبيره من السكر، وحطيت عليها ميه سخنه كده علشان تسهل معايا ان هي تغلي بسرعه كده على البوتاجاز. وحطيتها على النار بقى كده على البوتاجاز تستوي معايا البطاطا. هتاخد غلوه واحده كده بسرعه، وبعد كده هغطيها بقى وهدي عليها النار واسيبها تستوي براحتها. على ما هي تستوي اكون انا عملت البشاميل بتاعها. البشاميل بتاعها مسكر، فاكيد هنحط سكر بدل الايه الملح طبعا. حطينا معلقتين سمنه كبار كده ومعلقتين دقيق وشوحناهم لحد ما ريحه الدقيق طلعت، ونزلنا عليها باللبن. مجرد بقى ما يقرب كده على ان هو يتقل هنحط طبعا السكر عشان يدوب معانا قبل ما يتقل، وهنحط بقى ايه رشه فانيليا كده. حطينا واحدة على البطاطا وهنحط التانية على البشاميل. وطبعا هحط سنة صغيرة من القرفة كده على البشاميل بتاعتي، هتديها نكهة وهتودي البشاميل بتاعك في حتة تانية خالص. هنقلب بقى لحد ما القوام بتاعي يتقل، مش عايزاه تقيل قوي ومش عايزاه خفيف قوي، عايزاه القوام الوسط، مائل الى الخفية اكتر من مائل ان هو تقيل. طبعا البطاطا بتاعتنا غليت ورحت مغطياها وموطية عليها النار، وحطيت بقى كمان زي ما انتوا شايفين حطيت كيس فانيليا وحطيت رشه صغيره من القرفه. خلاص كان البشاميل بتاعي قرب يتقل، فروحت بقى حطهم كده ومديهم تقليبه حلوه قوي قوي مع بعض ودوبتهم كويس جدا، ورحت شايله البشاميل بتاعي. جبت حله تانية وحطيت فيها برضو سمنه ومعلقتين 3 كبار كده من الدقيق، عشان هنعمل النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل كده من غير لحمه، اقتصاديه وحلوه قوي 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 بالخضار وبالزيتون. هنشوف مع بعض. عملتها اكتر من طريقه قبل كده معاكم، النهارده هنشوفها بقى بالبشاميل كده وفي صينيه وفي قلب الفرن بالجبن والفلفل والزيتون، حاجه كده في منتهى الجمال. بحبها جدا انا وولادي. صينيه المكرونه احنا بنحب بصراحه اي نوع من انواع المكرونات، اي حاجه فيها مكرونه احنا بنحبها ما بنقولش عليها لا خالص. فهندوب بقى الدقيق في اللبن كويس جدا عشان ما يكلكعش مننا. وبعد ما خلاص بقى قرب يغلي خلاص بقى هيتقل مني، هروح حاطه رشه ملح رشه فلفل، عندي مشكل جبن كده هروح نازله كده عشان يدوبوا معايا كده في قلب البشاميل بتاعي وانا بدوبه كده عشان يتقل كده والجبنه تحصل يعني البشاميل والجبنه يدوبوا في بعض كده ونحصل على المطه اللي احنا بنحبها في البشاميل. طبعا البطاطا بتاعتي خلاص كانت استوت، فكان فيها ميه، رحت كاشفه الغطا بتاعها وسايباها دقيقتين 3 كده على النار. هرستها كويس جدا بالمعلقه، وبعد كده طفيت عليها وهسيبها بقى ايه تبرد كده. ويعني مش تبرد قوي، يا دوبك تريح بس كده عما البشاميل اللي معايا كده ده يتقل. وبعد كده هنروح نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل صينيه المكرونه بس الاول كده علشان خاطر ندخلها الفرن عشان الغدا اهم طبعا. معايا فلفل الوان ومعايا زيتون ومعايا مشكل جبن، وطبعا كنت سلقت كمان المكرونه بتاعتي. وهنجيب الصينيه بتاعتي نحط لها بقى كده ايه معلقتين 3 كبار او مغرفتين 3 كبار كده تحت. احنا بنموت في البشاميل، بصوا ممكن نغرق فيه كده هو والمكرونه، يعني البشاميل والمكرونه بالنسبه لنا كده حاجه مزاج كده. فهنحط بقى كمان كرنبين 3 كده او مغرفتين 3 كده على البشاميل بتاعنا، ونحط عليها رشه ملح ورشه فلفل بساط خالص عشان طبعا احنا معانا زيتون ومعانا جبن فاهم ما تخليهاش حادقه معايا. فهحط رشه بسيطه من الملح ورشه بسيطه من الفلفل كده، واروح واخده بقى البشاميل بتاعي حاطه نصه تحت ورصاه كويس جدا اهو. جبنا بقى ايه اسمها ايه المغرفه
المغرفة، لا المغرفة ديت اللي هي الكبشة. المهم هنجيب حاجة يعني نطلع بيها المكرونة كده ونرص الصينية بتاعنا ونسويه كويس جدا. وبعد كده هحط بقى مشكل الزيتون ومشكل الجبن والخضار. الخضار ده ممكن تسلقي كوسة، ممكن تسلقي بسلة وجزر وتحطيها معانا كمان لو انتوا بتحبوها بالخضار قوي. انما احنا بنكتفي بالزيتون والفلفل ومشكل الجبن في قلبيها وخلاص. هنحط بقى كده ايه بقية المكرونة بتاعتي كده اهوت. وبعد كده هنغرقها بقى بشاميل، وفوق البشاميل ده بقى هنحط حبة جبن كده محترمين اهوت. هنحط بقى حبة جبن محترمين كده يعني ايه يدونا بقى التاتش بقى والحلاوة والطعم واللذاذة كلها بقى في شوية المشكل الجبن اللي هنحطهم على الوش. هنغرق بشاميل، بصوا مش هخلي في الحل حاجة خالص، انا عايزة البشاميل ده كله، احنا بنموت في البشاميل. اوزع البشاميل بتاعي بقى كده على الصينية كلها كده، واروح بقى ماسكة الصينية بتاعتي رزعها رزعتين تلاتة كده عشان كل البشاميل يجرق الصينية ويتساوى كده كله على الوش. وبعد كده هحط مشكل الجبن، وطبعا انا شغلت الفرن بتاعي يسخن معايا كده عشان ما تاخدش معايا وقت في قلب الفرن اهو. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا لايك وشير للفيديو، ولو عجبك الفيديو بقى كمان تكتبي لي كومنت كده بايه الوصفات اللي انتوا حابين تشوفوها معايا الفترة اللي جاية، او ايه الاكلات اللي انتوا حابين تشوفوها معايا ايه الفترة اللي جاية، ونعمل ايه تاني مع بعض. خلاص دخلت المكرونه بتاعتي الفرن وعما تستوي اكون انا بقى ايه عملت البطاطا بتاعتي. جبت بقى البايركس بتاعي كده وهبدا اخد من البطاطا. طبعا في ناس بتحب تهرس البطاطا كويس قوي وتبقى ناعمه، انا بحبها تكون مخرزه سيكه كده. فهاخدها بقى كده وافردها في قلب الصينيه بتاعتي المفروده الحلوه دي. وبعد كده هروح حاطه بقى عليها البشاميل، وبعد كده هندخلها الفرن. سهله وبسيطه وما فيهاش اي تعقيد. ما تنسوش ان احنا حاطين سكر على البطاطا وسكر على البشاميل، يعني حاجه مسكره. وكمان لما تطلع بنحط عليها صوص فراوله او صوص كريمه او صوص شوكولاته زي ما بتحبي. وبحط عليها كمان موز كده اما باجي اقطع للولاد. عايزه تاكليها بس هي تكتفي بيها هي بس كده خلاص بتبقى حلوه وجميله وزي الفل. هحط بقى ايه بشاميل كده على الوش واغرقها بشاميل هي كمان. النهارده يوم البشاميل العالمي، هنبشملكوا يعني هنبشملكوا زي ما انتوا شايفين كده. هساوي بقى كله كده واسيبها لحد ما المكرونه بتاعتي تطلع، وبعد كده احطها. طب بتبقى معايا بطاطا هسيبها؟ ابدا، قلت ما اعمل بقى واحده كده لاخواتي واوديها لهم. حطيت بقى ايه كده معلقه سمنه تحت كده الاول عشان ما يلزقش فيه البايركس بتاعي. وبعد كده او في الطاجن بتاعي، واحط البطاطا بتاعتي. وبعد كده هحط بقى بقيه كميه البشاميل اللي موجوده عندي. وطبعا احط ممكن تحطي معلقه سمنه او معلقه زبده على الوش، بس انا اكتفيت ان انا البشاميل يعني ياخد لون وخلاص من غير سمنه ومن غير اي حاجه. عايزه اقول لكم ان انا كنت حطاها في وصفه قبل كده، كنت حاطه عليها معلقه سمنه سايحه من فوق عشان تاخد لون. هنشوف مع بعض دلوقتي شكلها ولونها من غير سمنه ومن غير اي حاجه. صينيه المكرونه بقى الخطيره جدا طلعت زي ما انتم شايفين كده في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم ان احنا كنا عايزين ناكلها سخنه موحوحه زي ما انتم شايفين كده، بس انا قلت لهم لا استنوا اما البطاطا تطلع معاه عشان نصورها الاتنين مع بعض. العيال كانوا جم من المدرسه وعايزين بصوا يفترسوا الاكل. دخلنا البطاطا بتاعتنا وطلعناها وخدت اللون الحلو الكراميل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وهسيبهم يبردوا بقى، وبعد كده طبعا هنروح نتغدى. لو وصلت طبعا بألف هنا وشفا لكل اللي هياكل منهم. وطبعا مش هنسيب المكرونه كده مكرونه كده وحيده، لا كان عندي طبق ستيك كده كان فيه حوالي 7 أو 6 قطع من الستيك. رحت ماسكاهم كده متبلاهم، او هم كانوا متبلين تقريبا او متبلين في الفريزر. رحت مطلعاهم كده وشوياهم وحطاهم جنب المكرونه. ناكلهم طبعا كمان يعني ناكلهم جنب المكرونه. وده كان غدانا النهارده. لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس يوصلك اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله مع بعض. وتعالوا ما نشوف بقى شكل المكرونه كده بعد ما بردت سيكا، وهنطلعها كده ونغرفها كده ونشوفوا شكلها معايا اهو. شايفين المكرونه؟ يا لو مين يجيب لي حته دلوقتي. احنا مش كلنا منها صحيح بس انا بموت فيها اهو. شكل بقى المكرونه هوريكم شكلها عامل ازاي وطعمها جنان. جربي كده الطريقه وجربي دي المكرونه بتاعتنا وجربي البطاطا بالبشاميل بتاعتنا كده، وارجعي تاني اكتبي لي على الفيديو ده يعني حلاوه البشاميل عامله ازاي وحلاوه البطاطا وحلاوه المكرونه عامله ازاي. تحفه تحفه بمعنى تحفه اهو.
ده عايزه اقول لكم ان ولادي كانوا واقفين ورا الكاميرا عملوني ايه يا ماما وانت هتتغدي لوحدك وانت واقفه ولا ايه؟ لا رحت سايبه الطبق، هم لما قالوا لي قلت لهم خلاص مش هاكل مكرونه وهاكل ستيك. اهو شايفين الستيك دايب ازاي، كله مره واحده كده. طبعا بألف هنا وشفا. والنهارده كان فيديو خفيف لطيف ظريف كده مع بعض، ما خدناش وقت. اتمنى ان انتوا تشجعوني باللايكات بتاعتكم وشير للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.